حياتك الحقيقية بتبدأ لمّا تكتشف إن أنت عادي ممكن تكون لسه تحت الصفر، لمّا تقتنع أو لمّا تغيّر صورتك عن نفسك، لمّا تقتنع إن أنت طول الفترة اللي فاتت دي عادي ممكن أكون بابني، اللي إحنا بنشوفه دايمًا من الجبال ده تقريبًا 10% و90% بيكون ممتد تحت الأرض. الشجرة اللي إحنا بنشوفها قدّامنا جذورها بتبقى ممتدة تحت الأرض لدرجات أضعاف طول الشجرة اللي إحنا بنشوفها قدّامنا على الأرض. حياتك الحقيقية بتبدأ لمّا صورتك تتهز عن نفسك القديمة اللي أنت بدأت بيها. أكيد كلنا بنسمع أو بعضنا يعني سمع عن الفضيل بن عياض. الراجل ده كل اللي بنسمعه عنه إن هو رجل عالم وزاهد وكان ومشهور بعلمه ومؤلفاته وكتبه، لكن هل حد سأل قبل كده الراجل ده كان بدأ إزاي؟ الراجل ده كان من أشهر قطاع الطرق. الراجل ده كان معروف إن هو سارق، وكان معروف إن هو قاطع طريق، وكان مشهور جدًا، جدًا في وسط الفئة دي من الناس. وهو مبسوط، يعني هو ما فيش أي حاجة مزعّلاه، يعني هو مبسوط وحياته تمام. هو في وسط فئة كويسة، هو في المكان اللي هو موجود فيه. شايف إن أنا كمان الكبير بتاع المكان اللي أنا موجود فيه، فما عندوش أي مشكلة. الناس بتقف له تعظيم سلام لمّا بيروح أي مكان. بلطجي قد الدنيا. لحد ما في مرّة وهو رايح بيقطع طريق رايح لبيت حد، كانوا رايحين البيت ده عشان يعملوا سطوة عليه، يسرقوه. فوهو داخل البيت وهو على الأسوار بتاعة البيت، سمع حد جوّه البيت بيقول: "ألم يأن للذين آمنوا" بيقرأ الآية يعني: "ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله." فالآية ديّة يعني ضربته في قلبه، الآية ديّة هزّته جامد جدًا، الآية ديّة خلّته يقول: بلى آن يا رب، بلى آن يا رب. هو حَس إن هو إيه ده، هو أنا فين، هو أنا مين، أنا باعمل إيه هنا؟ صورته القديمة قدّام نَفْسه كلّها انهارت في لحظة. صورته كلّها اللي هو عن الشخص المشهور اللي الناس كلّها بتُقف له تعظيم سلام، مش احترام ولكن خوف، اتهزّت فجأة عن نَفْسه. وبدأ يفكّر: هو ديّة أصلًا هل الحياة اللي أنا كنت عايشها دي أصلًا حياة حقيقية؟ يعني هل أنا كنت أصلًا باعمل حاجة صح؟ هل أنا كنت ماشي في الطريق السليم؟ إيه اللي أنا محتاجه، إيه اللي محتاج إن أنا أغيّره؟ هو في الآخر اكتشف في النقطة اللي هو واقف عندها إن هو لأ، ده هو كل ده كان ماشي في طريق، هو الطريق أصلًا غلط. يعني هو اكتشف في الآخر إن هو تحت الصفر، هو مش في الصفر حتى. ليه؟ لإن هو في الآخر في طريق غلط، فمحتاج إن هو يبدأ يعمل تصحيح مسار. ومن النقطة ديّة بدأ يبحث عن كل أبواب العلم، فبدأ يبقى الراجل المجتهد العالم، وبدأ إن هو يطرق أبواب العلماء، وبدأ يجتهد في طلب العلم، فبقى الفضيل بن عياض اللي ناس كتير عارفينه. حال الفضيل بن عياض هو حالنا بالضبط. إحنا لمّا بنيجي وخلّينا نربط الموضوع شوية بالحتّة اللي أنا باحب أتكلّم فيها اللي هي الbusiness يعني. لمّا بنيجي نبدأ أي حاجة، إحنا بنبدأ من الصفر، تمام. تخيُّلنا دايمًا إن الcurve بتاعنا بيمشي كده، يعني أنا بابقى في الصفر، باطلع ل1، باروح ل2، باروح ل3، باروح ل4. وهو ده مش حقيقي للأسف. للأسف الcurve ده بيطلع فعلًا من صفر ل1 ل2 ل3. وده أحيانًا بيكون حظ المبتدئ، إن أنا وأنا بابدأ ال النتايج معايا بقت كويسة. أحيانًا بيكون لعدم العلم، فأنا شايف النتايج دي كبيرة وهي نتايج مش كبيرة أصلًا على أرض الواقع. للأسف بنيجي عند نقطة معيّنة كده، اللي هي لحظة الحقيقة اللي بنتكلّم عنها ديّة، اللي هو هنا خلاص أنا محتاج الخبرة. عمري ما هاعرف أعدّي نقطة رقم 3 عشان أروح ل4 ول5 ول6 ول7 إلا لو عندي خبرة. فأنا هنا محتاج الخبرة عشان أقدر أطلع أكمّل بيها السلِّم اللي أنا كنت واقف عليه. للأسف بنيجي عند النقطة ديّة والكيرف بينزل وبينزل بشكل رأسي، يعني مش بننزل من 3 ل2 ل1، لأ بننزل من 3 ل0. هل بنقف عند النقطة دي؟ لأ، ما بنقفش عند النقطة دي، لإن أنا بافتكر إن ده أول drop أو أول حاجة هاقابلها. اللي بيحصل بعد كده إن أنا بابدأ إن أنا أشُك في الحاجة اللي أنا كنت باعملها قبل كده. فالكيرف بيبدأ ينزل أو ينهار تحت الصفر بقى، ينزل لسالب 1. -1 ده ممكن تكون نفسيتي ما بقتش أحسن حاجة. ممكن أكون في حاجات كنت باعملها ما بقيتش أعملها. ممكن قرارات كتير خدتها متسرعة، لإن أنا كنت فاكر إن الطريق ده إيه ده الطريق ده، أنا فاكر إن الطريق سريع. فمشيت في طريق رقم 1 فما حققش نتيجة. فممكن وأنا في مرحلة النزول السريع ديّة أو الهبوط الرأسي ديّة، أكون ألاقي طريق تاني، أو حد يقول لي فكرة تانية: طب سيبك من ده واعمل ده. الناس كلّها بتنجح في الموضوع ده، فاروح رايح بسرعة عامل قفزة سريعة
ومحاول إن أنا أعمل حاجة تانية عشان أعملها محاولة إنقاذ، لكن للأسف المحاولة اللي بتبقى محاولة إنقاذ هي اللي بتاخدني بشكل أسرع من الصفر اللي أنا رجعت له تاني -3 مرة واحدة. ليه؟ لإن أنا حاولت أحل المشكلة بمشكلة تانية أكبر، وهو أصلًا أنا مُفتقد للوقفة مع نفسي. هو أنا أصلًا عندي خبرة؟ أنا أصلًا أقدر إن أنا أطلع من المرحلة رقم 1 للمرحلة رقم 2 للمرحلة رقم 3 وكل مرحلة أبني عليها وأنا باعمل بثبات؟ ففي الحالة ديّة في مرحلة بقى من المراحل لمّا باوصل بقى يمكن اتكلمنا عنها قبل كده، وهي المرحلة اللي اسمها وادي اليأس. هي مرحلة بنوصل عندها لفكرة إن هو لأ، ما أنا محتاج أقف مع نفسي بقى، هي كده مش تنفع، يعني جربتها 20 مرّة وما نفعتش، فبالتالي أنا محتاج أقف مع نفسي. لمّا أقف مع نفسي في المرحلة ديّة وأبدأ إن أنا أحلل بعمق إيه الحاجات اللي أنا عدِّت عليَّ، إيه إيه الطريق اللي أنا كنت ماشي فيه، هل الطريق اللي أنا كنت ماشي فيه صح أو غلط؟ هل أنا أصلًا كنت باني على قواعد سليمة؟ ما هي المشكلة أحيانًا كبيرة بتبقى إن إحنا أصلًا مش بنبني على قواعد سليمة، إحنا أصلًا بنبني على يعني على الهوا. فمجرد ما ييجي أي شوية هوا خلاص هو الموضوع كله بينهار لإن ما فيش قواعد. تمام؟ ففي المرحلة ديّة لمّا بنوصل لنقطة الحقيقة بابدأ إن أنا أشوف نفسي بشكل صح. لو أنا كان عندي الإيجو ده لأ لازم يتكسر. أنا أبدأ أشوف نفسي بصورتها الطبيعية، أبدأ أشوف إن أنا لو في أخطاء فالمخطئ هو أنا، أنا اللي أخطأت، مش غيري فلان اللي لولا فلان كان حصل كذا. لولا إن الهوا جه جامد ما كانش السقف وقع فوقي، لولا إن ما جاتش كورونا كان زمان يعني قد تكون دي كلها أسباب، ولكن في الآخر أنا الغلطان. أنا الغلطان في كل الأحوال حتى لو أنا كانت ظروف خارجة عن إرادتي، لإن أنا ما عملتش خطة حلوة للrisk اللي ممكن يقابلني. تمام؟ فما عملتش risk assessment. فأنا أوكي، النتايج اللي حصلت كلها لازم أتقبلها أيًا كانت وأبدأ إن أنا أبني عليها. فاللي أنا عايز أقوله هنا والفكرة من الفيديو ده هو إن إحنا محتاجين نشوف نفسنا بصورتها الحقيقية. محتاجين نشوف إحنا فين فعلًا، النهارده إحنا فين. تمام. وهل الموضوع اللي إحنا موجودين أو النقطة اللي إحنا موجودين فيها هي نقطة زائفة زي حظ المبتدئ أو كده، والّا لأ ده إحنا موجودين في نقطة إحنا فعلًا يعني ماشيين واثقين الخطى في النقطة اللي إحنا موجودين عندها. هل إحنا قادرين نكمّل؟ خبرتنا اللي بنيناها قبل كده قادرة إنها تخلّينا نطلع على السلِّم، والّا إحنا عند سلِّمة رقم 5 اللي إحنا وصلنا لها والّا رقم 6 ديّة محتاجين تدخُّل للعلم وتدخُّل لخبرتنا وتدخُّل تاني إن إحنا نرجع تاني تلاميذ وإن إحنا نرجع نتعلّم عشان نقدر نطلع ل7 وال8 وال9 وال10. عند النقطة دي لمّا نقدر إن إحنا نوصل لها وندركها، هنلاقي إن إحنا في أصفار حقيقية موجودة كتير في حياتنا، اللي هي ممكن نسمّيها الmilestones عند كل مرحلة منها. وقفنا، اتعلّمنا، أسسنا أساس صح، فقدرنا نطلع للمرحلة اللي بعديها. هنلاقي نفسنا إن إحنا عادي ممكن نكون موجودين في السلِّمة رقم 4 و5 وممكن الcurve في 5 يطلع ل8 وال9 وال10 ونتايج تانية إحنا مش متخيلينها، لإن إحنا بنينا بشكل صح. وبالتالي عاوز أختم بالنقطة دي، وهو إن إحنا محتاجين نكتشف الأصفار اللي موجودة في حياتنا، محتاجين إن إحنا نشوف نفسنا بشكل صح، محتاجين إن إحنا نمشي ما نستعجلش، ناخد كل خطوة تاخد حقها بشكل كامل، عشان نقدر في كل مرحلة من المراحل اللي إحنا بنوصل لها نحقق فعلًا نجاح ملموس ونقدر نتجاوزها ونروح للمرحلة اللي بعديها. ده اللي حبيت أشاركه معاكم النهارده، وحابب أفكّركم بالتحدي يعني. إحنا إن شاء الله عندنا في Royal Cadeau عايزين نوصل في شهر 6 إن إحنا نحقق 1.000.000 جنيه مبيعات شهريًا، وبعد كده إن شاء الله نتجاوزها. خلال الفترة الجاية هنبدأ نتكلم أكتر في أفكار جوّه الbusiness نفسه، وهنتكلم على إيه اللي يخلّي مشاريع تفشل، طب إيه اللي يخلّي مشاريع تانية تنجح، وإيه اللي بيفرق بين فكرة مشروع والتانية. وهاتابع معاكم بقى شوية تفاصيل كده في الرحلة بتاعتنا إن شاء الله. فاستنونا في حلقة جديدة. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.